بند الخزين عليه عامل كبير، تقدري توفري منه مبلغ محترم وكفيل برضه بانه يبوظ لك الميزانيه طول الشهر. تكسر معاكي من الشهر للشهر ازاي؟ بفضل يا بنات الحته دي، بفضل الحركه اللي انا بقولي في التعليقات. لا طبعا صابون ايه اللي اوفر من الشاور؟ لا، امر الله المره دي ناويه احط ال 200 جنيه. طيب الميزانيه دي عملت معانا كام؟ والميزانيه دي صفت معايا كام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده معادنا مع مشتريات شهر 5 والعيد الكبير والامتحانات والالتزامات الكتير. تعالوا مع بعض نشوف ازاي سديت كل احتياجاتي في بند الخزين وبند المنظفات وبند التلاجة كمان. ازاي نظمت الميزانية بتاعتي تنظيمة صح ووفرت من الثلاث بنود دول التوفير الصح. هنطلع وجبات مشبعة ومتنوعة من داخل بند الخزين وبند التلاجة من غير ضغط ومن غير حيرة ومن غير حرمان. وفرنا في الحصالات ووفرنا بأمر الله توفير صح وتوفير محترم. أخبار الأسعار عندي إيه؟ بكفي بيتي بقد إيه في البنود دول وبكام؟ وإحنا أسرة 6 أفراد. تعالوا هقول لكم على نظامي وهقول لكم على المشتريات بالأسعار ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو أول مرة بتشوفيني أنا أختك حنان. أتمنى القناة تعجبك وما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. ولو من حبايبي اللي معايا في القناة من الأول كلمة حلوة منكم هتفرحني وتسعدني وتكبر بخاطري. وما تنسوش لايك تشجيعا لأختكم. ويلا بينا نبدأ بالمشتريات. أول حاجة هنبدأ بيها يا بنات وهو بند المنظفات. هقول لكم البند ده عمل معايا كام وقدرت أوفر منه كام. أول حاجة جبتها يا بنات وهو المسحوق السايب. المسحوق السايب اللي هو بتاع الغسالة. المسحوق السايب عامل 25 جنيه الكيلو. الكيلو طبعا كنت بجيبه ب20 جنيه، رفع 5 جنيه. فتخيلوا الفرق في الأسعار، فالحمد لله. وجبت عليه يا بنات كمان كيس ملك التوفير. ملك التوفير يعني مين؟ يعني باهي. جبت كيس الباهي ده، بس الباهي شامم نفسه علينا شويتين 3 4. كان ب75 وصل 90. الشهر ده جبته ب100 جنيه. تخيلوا باهي وصل 100 جنيه. باهي 2 كيلو للغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات العادية يا بنات. طبعا في منه للغسالات الاوتوماتيك الكامل، لاني انا شفت فيديوهات موجوده لناس جايبه منه للغسالات الاوتوماتيك الكامل ولكن مش الحجم ده. شفت اللي هي الشكاره الكبيره اللي هي ال6 كيلو وال9 كيلو. تمام. بالنسبه دي للاسئله اللي جات لي على باهي. وجبت كمان يا بناتي السبونجتين دول، هم اسمهم الروماني تقريبا. تمام. طبعا انا ما بستغناش عن السلك الالومنيوم، ولكن دول بيسدوا معايا لو السلك خلص مني. السلكيتين دول كانوا عاملين كام هقول لكم دلوقتي. جبت الكلور، جبت ب5 جنيه كلور. كيس واحد هيكمل معاك الشهر يا حنان؟ ايوه الحمد لله بفضل الله هيكمل معايا الشهر. وجبت كمان يا بنات كيس صابون المواعين. صابون المواعين وصل كام؟ وصل يا بنات الوسط 10 جنيه. واعتقد ده مش الوسط، ده اقل حاجة، لان فيه ب15 وفيه تقريبا ب20 او ب17 او ب18. تمام. فجبت الكيس ده. وجبت الصابونتين دول، ده صابون سافانا. المشتريات دي شهرية يا حنان؟ هو انت متأكدة؟ هقولك دلوقتي انا بمشيها ازاي، بس اصبري عليا. وجبت كمان كيس المناديل ده مش احسن حاجة موجودة. تقدري تشتري الحاجة اللي اعلى من كده، ولكن ده حلو جدا للميزانية بتاعتي وغير مضر بالمرة. بالنسبة يا بنات لصابون المواعين، صابون المواعين انا بجيبه بالطلب. يعني ايه؟ يعني الكيس ده يخلص ابعت ابني اقول له روح هات لي كيس صابون مواعين ب10 ب12 ب7 ب8 زي ما يكون، لان انا مش عندي مكان اركن فيه اكياس صراحه، ممكن يتفتح مني لاني احيانا بجيبه بيتفتح مني. تمام. وما عنديش منظم ادلق فيه كل كميه الصابون اللي انا جايباها مره واحده، فبجيبه بالطلب ما بيكركبش معايا الدنيا. فبشيل جزء من الميزانيه دي 50 جنيه كده واركنه على جنب، واقول ايه لو في حاجه ناقصت من عندي اكملها. يبقى دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اشتريها في بند المنظفات طول الشهر وبشيل لها 50 جنيه. تمام. طيب بالنسبه للمسحوق بتاع الغساله بعمل ايه؟ بعمل خليط ما بين المسحوق السايب والمسحوق الشركات. دول هيبقوا 3 كيلو حلوين جدا جدا وهيكملوا معايا الشهر. تمام. كنت جايبه معاكم الشهر اللي فات كيسين من باهي، وقلت لكم انا جايبه كيسين عشان خاطر عايز اغسل السجاد وعايز اغسل بطاطين وعايز اغسل المفروشات التقيله بتاعه الشتاء عشان خاطر اعينها. تمام. وبالفعل عملت كده، وفاضل معايا كميه مسحوق صغيره يعني حوالي ربع كيلو، حوالي ما يجوش نص كيلو. هخلط
اخلط ده على ده واعمل خلطة المسحوق اللي انا بعملها معاكم، الغسيل بينور. ما تجريش على الشركات الغالية ولا الشركات العالية، حلو باهي وعلى قد الايد. لحد دلوقتي على قد الايد، الله اعلم بكرة وبعده هنوصل لحد فين. تمام. ب5 جنيه كلور هيكملوا معايا الشهر، بيكملوا معايا الشهر، مش بالكتر ولا بالكميات الكبيره ان انت تدلقي بكميات كبيره. لما بغسل الارضيه بتاعت الحمام يا بنات بحط غطايه على جرد الميه وبدلقها في الحمام، بتطهر معايا وبتنضف معايا. الحوض بتاع المطبخ غطايه واحده بس، في الجردل بتاع المسح غطايه واحده بس، بتخلي ريحه الشقه في حته تانية وبتضيع اي ريحه تكون مش حلوه، وفي نفس الوقت بتلمع وبتنضف وبتطهر. تمام. يبقى الكيس ده بيكمل معايا الشهر، والله بيكمل معايا الشهر. السبونجتين دول انا ما بستغناش عن السلك الالومنيوم، ولكن قلت لكم انا بجيبهم للطوارئ. عندي كنت جايبه ب20 جنيه الشهر اللي فات سلك الومنيوم، جبتهم في اخر الشهر لان في اول الشهر كان معايا. فالمهم فاضل منهم كميه، الكميه دي هتكمل معايا الشهر، على دول هتكمل معايا الشهر. بالنسبه بقى للصابون، هم الصابونتين دول هم اللي هيكملوا معاكي الشهر. الصابونه من دي يا بنات عامله 15 جنيه. لا، الصابونتين دول ما هيكملوش معايا الشهر. بصوا يا بنات، عشان دايما لما بقول لكم ان الصابون اوفر من الشاور بتقولوا لي لا، وبتكتبوا لي في التعليقات لا طبعا صابون ايه اللي اوفر من الشاور. لا، الصابون اوفر من الشاور. بصوا، كل شهر كنت بجيب معاكم كام صابونه؟ كنت بجيب معاكم من 5 ل6 ل4 صابونات. شهر اجيب كده وشهر اجيب كده. طيب بيفضل احيانا صابونه من الشهر، احيانا بيفضل 2. تمام. فضل معايا كام صابونه دول يا بنات؟ مترحلين معايا من الشهور اللي فاتت. تمام. فتخيلي كده لو انت بتجيبي جيركن شاور ب50 جنيه، ده اضعف حاجه ب50 جنيه. جيركن الشاور اللي ب50 جنيه ده على اخر الشهر مش هيخلص. ممكن ابنك يدلوه في الحمام ويخلص، ممكن انت غصب عنك تتفتح الغطايه ويتدلق ويخلص. ما هو حمام، يعني انت مش هتدخلي تحرصي كل واحد وتشوفيه استهلاكه قد ايه واستخدامه قد ايه. ولكن الصابونه بتعيش. الصابونه زي ما قلت لك قبل كده بنت ناس تضربيها في الحيطه هترجع لك تاني. الصابونه دي محترمه مش بتبوش. الصابونه دي اسمها سافانا. الصابونه دي بكام دلوقتي؟ ب15 جنيه. كانت ب13 وكانت ب14. فضل معايا كام صابونه؟ 7 صابونات مترحلين. تمام. طب اشتريت الصابون ليه يا حنان؟ ما انت كنت ممكن تستكفي بالصابونات دول. بص يا بنات، مبدئيا كده انا بيكفيني كام في الشهر؟ بيكفيني من 3 ل4 صابونات. من 3 ل4. انت بتهزري؟ والله من 3 ل4، لان الصابون موفر فوق ما تتخيلي. واحنا اسره 6 افراد. جربوا الصابون وبامر الله هتدعي. فبيترحل معايا واحده في 2، فانا جبت ال2 دول. قلت تحسبا ان الصابون يغلى وكده كده معايا الميزانيه لازم اجيب من داخلها صابون، فجبت ال2 دول. قلت ايه؟ قلت حتى لو الشهر الجديد دخل عليا ودخلت عليا ظروف وكان في زنقه، ممكن ما اشتريش صابون خالص، ممكن اشتري 2 زيهم وامشيها ب2 2 3 4 لحد ما تخلص الكميه واجيب عليها كده. الحاجه بتكسر عندك وفي نفس الوقت ايه؟ وفي نفس الوقت حاجة محترمة مش وحشة أبدا. صابون حلو جدا. استحمام تشطيف. بصوا مش هتقولك لا. الميزانية بتاعتنا صفت على كام؟ بالنسبة لبند المنظفات، بند المنظفات يا بنات عمل معايا 182 جنيه. 182 جنيه واحنا أسرة 6 أفراد. لا، حلو جدا جدا. هشيل 50 جنيه للمنظفات السايبة زي الصابون بتاع المواعين، يبقى كده هنقول 250 جنيه. 250 جنيه أو 240 جنيه. وأنا بحط للميزانية دي كام؟ بحط لها 300 جنيه. يبقى كده فضل معايا كام من البند ده؟ توفر معايا 50 جنيه. والله الحمد لله الحمد لله. وكنت ممكن أوفر أكتر منهم لو ما اشتريتش صابون خالص، يعني كنت ممكن اوفر اكتر منهم. تمام. تعالوا بقى نروح للبند اللي بعد. ولو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تكوني نسيتي تحطي لايك وكلمه حلوه منك تشجيعا لاختك. نروح بقى البند الخزين. وبند الخزين عليه عامل كبير، تقدري توفري منه مبلغ محترم وكفيل برضو بانه بوظ لك الميزانيه طول الشهر. هقول لك ازاي. اول حاجه بدات بيها يا بنات وهو الرز. الرز كان فيه يا بنات الحباية ب23، وكان فيه الحباية ب24، وكان فيه الحباية ب26. اروح انا اجيبه ب26؟ لا، جبت الوسط اللي هو بكام؟ اللي هو ب24. رز جبت يا بنات كيلو 2 3 4 5، فاحنا هنقول 6 كيلو رز. 6 كيلو الرز دول هيكملوا معاك الشهر. احنا ما بناكلش في الرز كتير، بناكل في المكرونه اكتر احنا. وجبت كمان يا بنات نص لسان العصفور. ده عندي حبه لسان عصفور من الشهر اللي فات واحنا ملناش برضو في لسان العصفور قوي، فجبت النص ده كان عامل 10 جنيه. كيلو رز من ده عامل 24 جنيه. وكيلو
وكيلو من لسان عصفور ده يا بنات عامل 20 جنيه. نشوفوا بقى المكرونات وجبت ايه. مكرونه الاسباجيتي، ولادي من عشاق المكرونه الاسباجيتي، بيحبوا جدا المكرونه الاسباجيتي، وكانت خلصانه من عندي بقالها فتره. الشهر اللي فات كان مترحل معايا مكرونه من الشهور اللي فاتت، فما جبتش غير كيسين بس مكرونه اسباجيتي، وجبتهم شركات لاني لقيت عليهم عرض. تمام. فجبت دول. الكيلو كان عامل كام؟ الكيلو كان عامل 25 جنيه. دول كيلو ونص يا بنات من المكرونه الاسباجيتي. وجبت المكرونه الفرن دي او المكرونه القلم، الكيلو كان عامل كام؟ كان عامل 20 جنيه. دي الكيلو كان عامل 25 جنيه، ودول كيلو ونص. وده كل كيلو لوحده. دي مكرونه اسباجيتي، ودي طبعا اللي ولادي بيحبوها. طب هي دي كميه المكرونه؟ دول كده 3 كيلو ونص. هم دول اللي هيكملوا معاكي الشهر؟ لا، اصبري عليا وانا هقول لك عملت ايه. عندي حبه المكرونه دول من الشهر اللي فات. تمام. وعندي كيس المكرونه ده كنت واخداه فرق تموين، وعندي برضو كيس المكرونه ده واخداه فرق تموين من الشهر اللي قبله، وعندي ده برضو من الشهر اللي فات اللي هي مكرونه المطبخ اللي كنت جايباها عشان اكمل على اللي عندي الشهر اللي فات. كنت جايبه الكيس ده، كنت جايبه كيس مكرونه سباكيتي، وكنت جايبه كيسين مكرونه سباكيتي، وكنت جايبه كيس مكرونه قلم. وده اللي فضل معايا من الشهر اللي فات. كان عندي كميه ثوابت محترمه. طيب المكرونه بتكسر معاكي من الشهر للشهر ازاي؟ بفضل يا بنات الحته دي، بفضل الحركه اللي انا بعملها دي. ايه الحركه دي؟ ان انت كل كيلو ما تعملهوش مره واحده، كل كيلو نشيل منه ملو ايدنا، ملو ايدي من الكيلو واحدفه عندي في المطبخ. ملو ايدي من اي كيلو مكرونه سباكيتي، مكرونه قلم، مكرونه مقصوصه، اي نوع مكرونه، ما تعمليش كميات كبيره، شيلي من كل حاجه ملو ايدك. وده بيفرق معايا كتير جدا، وبيطلع معايا وجبات بتترحل معايا من شهر للتاني. يبقى كده انا اللي اشتريته 3 كيلو ونص، ودول حوالي 2 كيلو ونقول يا بنات، او 2 كيلو الا ربع. فكده معانا 5 كيلو من المكرونه على 6 كيلو من الرز، حلوين جدا. وكمان جايبين شعريه. تعالوا نشوف بقى كده باقي المشتريات كده لوجبات الخير والتوفير. البقوليات، جبت كيلو يا بنات من الفول المدمس، وجبت كمان نص، يبقى كيلو ونص من الفول. الكيلو ونص دول بأمر الله هدبسهم للشهر الجديد. كنت جايبه معاكم كيلو ونص الشهر اللي فات، والصراحه ما ندمتش ابدا، عملتهم وهنزل معاكم الطريقه قريب جدا. يعني بتعملي منهم كميه مهوله، ممكن تكمل معاكي الشهر وتعدي معاكي الشهر كمان. وجبت كمان العدس كان عامل كام؟ العدس يا بنات كان عامل 20 جنيه. جبت دول ب20 جنيه. وجبت كمان يا بنات السمنه السايبه كنت جايباها معاكم الشهر اللي فات، كانت عامله 115 جنيه. جبتها الشهر ده كانت عامله 100 جنيه، لاني غيرت الراجل وجبت من عند حد تاني. بس هي سايبه كده علشان خاطر الجو حر، فطبعا ايه الجو محررها ومخليها ايه ومخليها سايبه كده. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. كيلو السمنه السايبه يعادل علبه وربع من اللي بتشتريهم من بره. كريستال فيه، روابي فيه، جنة فيه، اي نوع زبدة صفرا هتلاقي، نباتي هتلاقي، ولكن دي بالزبدة الصفراء ودي كريستال. وجبت كمان 2 كيلو الدقيق دول. ده كيلو وده كيلو. الكيلو كان عامل كام؟ الكيلو تقريبا كان عامل 20 جنيه. اللي جبتها بعد كده وهي الزيت. كنت عطشانه زيت الشهر اللي فات، قلت ان انا هشتري زيت لما عرضت معاكم المشتريات، وما اشتريتش غير في اخر، يعني اشتريت الزيت بتاعي في اخر 5 ايام. يعني شاريه امبارح يا بنات، والله شاريه زيت امبارح. كان عندي 2 تموين، ولقيت عندي واحده مركونه في المطبخ تموين، فكفيت بيهم الشهر. وكان نفسي ان انا اكمل ب3 الشهر، ولكن الصراحه ما قدرتش. فجبت ازازه زيت كان اسمها شطاره. ازازتين الزيت دول، ازازه الزيت دي اسمها طعامه. دي لتر كامل يا بنات اهي، مكتوب عليها 1 لتر اهي. فالمهم ازازه الزيت دي كانت عامله كام؟ ازازه الزيت دي يا بنات كانت عامله 75 جنيه. جبت ازازتين الزيت دول كانوا عاملين 150 جنيه. كان عنده آلية وكان عنده انواع كتير، ولكن الاسعار اصبحت فلكيه، الاسعار اصبحت صعبه جدا جدا يا بنات. فالمهم قلت دول لا، دول مناسبين وحلوين جدا. وجبت كمان ملح الملكه كنت مفتقداه، جبت كيسين بس الشهر اللي فات كله. فالمهم الشهر ده جبت كام كيس؟ جبت 4. ادي كيس 2. الملكة ده جميل جدا يا بنات، ونضيف كده وتحسيه ابن ناس. هو مكتوب عليه 7 جنيه، ولكن الكيس ب5 جنيه. فجبت ال4 دول كانوا عاملين 20 جنيه. وجبت كمان كيسين الكيك شيف دول. الكيس من دول كان عامل كام؟ الكيس كان عامل 6 جنيه. تمام. قلت لكم ان انا هعمل معاكم كيكات الشهر اللي فات، والله وما قدرت اعمل، كنت تعبانه وما قدرتش خالص ان انا اعمل. تعالوا نشوف بقى ايه باقي المشتريات. السكر ده عندي مترحل من الشهر اللي فات.
والسكر ده عندي مترحل من الشهر اللي قبله. كنت كل شهر بجيب معاكم احيانا 3 كيلو. 3 كيلو انا ما بستخدمش غير 2 و2 تموين، يعني 4 كيلو طول الشهر. ازاي يا حنان؟ بحاول امسك ايدي شويه في استهلاكي في السكر. بالنسبه للمشروبات بحاول اقلل السكر على قد ما اقدر، هو غير صحي تمام. وبالنسبه للعصاير برضو بعمل عصاير ولكن بحاول اقلل في السكر. بعمل حلويات ولكن بحاول اظبط السكر في الحلويات تمام. ففضل معايا الكيس ده وفضل معايا الكيس ده على الاتنين بتوع التموين كده متفل 10. وعندي كيس كمان مترحل من التموين اهو، ده من تموين الشهر اللي فات. ده من تموين ايه الشهر اللي فات. لسه الشهر الجديد ما اخدناش طبعا ايه، ما اخدناش التموين بتاعه. وعندي الشعريه دي برضو مترحله من الشهر اللي فات، بس انا كنت فاتحه الكيس واخدت منه حبه، فزي ما انتم شايفين كده حطيته في كيس كمان تمام. فدي الشعريه دي على الرز اللي عندي، فكده هتكفي وتوفي وتكون 100 فل و10. كان عندي كيس شعريه جاي مع التموين استخدمته عملت معاكم بيه وجبات الشهر اللي فات، ففضل معايا منه ايه، فضل معايا من الكيلو حوالي كيلو الا ربع او كيلو الا حبه، يعني دول حلوين جدا. وكمان يا بنات كنت جايبه معاكم اللوبيا اللي هي ام عين دي، اللي هي اسمها اللوبيا. فانا لقيت ان عندي في الفريزر انا مسويه فاصوليا وركناها ونسياها، فما الصراحه ما سويتش اللوبيا ولسه زي ما هي. بس دي هبدا احطها في التلاجة، احطها في بطرمان احطها في التلاجة علشان خاطر دي لو فضلت معايا الجو هيحرر وممكن تبوظ مني. لكن لو انت عايزه تجيبي بقوليات زي كده لازم تسويها، سويها وشيليها عندك في الفريزر. وعندي كمان الفاصوليا دي برضو من الشهر اللي فات. زي ما قلت لكم انا لقيت عندي كميه خضار متفرزه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ازاي بعرف افرز الخضار بتاعي وازاي بيفضل منه. فعندي خضار وعندي حاجات في الفريزر، فناويه ان انا دول اعينهم في التلاجة وما اسويهمش دلوقتي خالص. بالنسبة للدقيق كنت جبت معاكم الشهر اللي فات حوالي 5 كيلو دقيق، وطبعا دي كانت غلطة مني لأن الشهر اللي فات ده كان شهر العيد وكنا عاملين المخبوزات فكنا مش محتاجين معجنات. فضل معايا كمية دي 2 كيلو ونص من الدقيق. وكمان يا بنات باكو الشاي ده انا فتحته يعني هفضي، بس قلت اوريكم برضو ان ده المشروب الرسمي للشعب المصري. فالمهم عندي باقي الباكو ده، الباكو ده ممكن يفضل معايا شهرين. انا بستغرب اللي الناس في كل شهر بتجيب باكو شاي، بشرب انا وباباهم وبيشربوا هم معايا، ولكن الحمد لله الحاجه فيها بركه. يمكن الحمد لله التوابل والبهارات الحاجه الوحيده اللي انا جبتها الشهر ده وهي الفلفل الاسود. كنت جايبه معاكم الشهر اللي فات كركم، كنت جايبه معاكم الشهر اللي فات قرفه، كنت جايبه معاكم الشهر اللي فات كمون، وفاضل معايا كميات كمان مش مطحونه وعندي شطه مش مطحونه. فكل شهر بجدد نوع او نوعين او 3 وبجيبها حصص زي كده وبطحنها في البيت. دي ما انا ما طحنتهاش، دي من الشهر اللي فات واخده منها كميه لان بدور على المطحنه ومش عارفه راحت مني فين، بس ان شاء الله هلاقيها وهطحن كل التوابل البهارات اللي عندي تمام. وهفضي التوابل البهارات اللي موجوده عندي ان شاء الله بامر الله معاكم. طيب الميزانيه دي عملت معانا كام والميزانيه دي صفت معايا كام بعد ما نخلص البند بتاع يا بنات التلاجة؟ لان انا حسبت الحسبه كلها على بعضها. انا الحاجه الوحيده اللي انا ركزت فيها قوي اللي هو البند بتاع المنظفات لان جبته من عند واحد، لكن الحاجات دي كلها انا شارياها من عند واحد بما فيهم بند التلاجة. تعالوا نروح لبند التلاجة ونشوف جبنا فيه ايه. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. جبت كيس جبنة موتزاريلا الحمد تمام، لاني ممكن اعمل معجنات، عايزه اعمل لهم حاجات خفيفه كده تناسب المدارس، حاجات تناسب الوجبات والحاجات دي كلها. فقلت جبنه الحمد دي حلوه جدا. وجبت كمان اللي هي الجبنه اللي هي دي جبنه رودس هم بيحبوها تمام. جبنه رودس يا بنات كانت عامله 53 جنيه. جبت كرتونة البيض دي، كرتونة البيض دي كانت عاملة كام؟ كرتونة البيض يا بنات كانت عاملة 110 جنيه، يعني البيضة ب4 جنيه، بس هي قالت لي هي ب120. أنا هخصم لك من ال120 كام؟ هخصم لك من ال120 10. بصوا يا بنات والحاجه اللي معايا بعد كده وهي الجبنه القريش. بصوا دي الجبنه القريش اللي امي كانت جايباها لي، يعني انت لو ما عندكيش الحاجات دي ممكن تجيبي جبنه قريش. هقول لك دلوقتي على تقسيمه الوجبات وازاي هنمشيها خلال اليومين اللي جايين. انا بمشيها ازاي واحنا اسره 6 افراد تمام. ده بالنسبه لبند التلاجة ما بكترش عن كده، هو نوع الجبنه ده تمام. ممكن اجيب علبه حلاوه طحينيه. فالمهم بحاول الم الدنيا، لا بجيب لانشون ولا بحب ادخله البيت، ما دخلوش البيت ابدا، بقالي سنه تقريبا وانا منعاه ما بيدخلش عندي البيت. والحمد لله الولاد راضيين لانهم بيحبوا الحاجات اللي زي دي اكتر
تمام. الجبنة دي باعمل منها كريمي باعمل منها بالشطة، وأحيانًا باسيبها زي ما هي كده وباعملها في العشا مع قرن فلفل مع طماطماية مع بصلاية، وباعمل معاكم كده دايمًا. تمام. البيض دوّة 30 بيضة أو كرتونة بيض هتكمل معاكِ الشهر. الشهر اللي فات تحديت نفسي وكملت بيها الشهر. تمام. ولكن الشهر ده ممكن مثلًا في آخر 10 أيام أجيب 10 أجيب 15 على حسب ما الدنيا تمشي معايا. أنا كنت نازلة بكام واتفضل معايا كام في ال3 بنود. بُصّوا يا بنات، أنا كنت حاطة رهان على نفسي وكنت نازلة بكام، كنت نازلة ب1400 جنيه، وقُلت أنا هاكفّي بيهم كل البنود، يعني هاكفّي بيهم كل البنود، وكمان حسيت إن المبلغ كبير شوية، ولكن الحمد لله إن أنا خدت المبلغ ده. فضل معايا كام يا بنات، هاوريكم بس في الأول كده الورقة اللي أنا نازلة بيها. أنا مسكت كده المطبخ وبدأت أجرد بقى في دولاب الخزين وباشوف إيه الحاجات اللي موجودة عندي، فالمهم كتبت الحاجات اللي موجودة عندي في كل بند، قُلت هنا التلاجة وقُلت هنا المنظفات، وده كان بند الخزين هو اللي بدأت بيه. تمام. المهم فاضل معايا كام، فاضل معايا يا بنات 200 جنيه، فاضل معايا 200 جنيه يبقى البند ده أخد معايا كام، أخد معايا 1200 جنيه، 1200 جنيه لميت كل احتياجاتي في كل البنود الحمد لله. وال200 جنيه دول 100 فل و10. طيب أنا عاملة توفير قبل ما أنزل، زي ما قُلت لكم قبل كده في تقسيم الميزانية، ما هو أنا مش هاقول على حاجة وأنا بانفذهاش يا بنات. يعني إيه؟ يعني أنا قبل ما بانزل باشيل من كل بند مبلغ، يعني أنا يا بنات محددة لبند الخزين كام، محددة لبند الخزين 1000 جنيه. تمام. ال1000 جنيه دي فضل منها فلوس، أيوه 1000 جنيه قبل ما أنزل بيها شِلت منها 100 جنيه. تمام. وكمان البند بتاع المنظفات زي ما قُلت لكم شِلت منه 50 جنيه، والبند كمان بتاع التلاجة شِلت منه برضه 100 جنيه. تمام. يبقى أنا شايلة من كل بند مبلغ قبل ما أنزل، وده التوفير بتاعي. طبعًا المبلغ اللي أنا شايلاه من كل بند ده أنا مش هاشيله دلوقتي في بند التوفير، ده أنا هاسيبه لحد آخر الشهر. والله احتجت حاجة واتزنقت في أي بند بابدأ إن أنا أنظم نفسي، أشتري الحاجة اللي ناقصاني والحاجة الملحة. والله الحاجة ما نقصتش يبقى خلاص على آخر الشهر يبدأوا يتشالوا معايا في الحصالات، إنما ال200 جنيه دي هتتشال معايا دلوقتي في الحصالة. بأمر الله المرة دي ناوية أحط ال200 جنيه دي في البنك. المهم دلوقتي الذكاء في التوفير إنِك أنتِ تبقي حاطة مبلغ احتياطي من كل بند، تشيلي من كل بند قبل ما تنزلي مبلغ احتياطي. المبلغ الاحتياطي ده لو في حاجة نقصت، تمام، تبدأي إنِك أنتِ تشبعي البند ده، تاخدي من المبلغ ده وتبدأي تسدي الالتزام اللي عليكي الأساسي والضروري. إنما البند بتاع التوفير ده توفير خلاص مش هاجي ناحيته. تعملي إيه؟ انت تشيلي من كل بند مبلغ ان شاء الله 20 جنيه، ان شاء الله 10 جنيه، ان شاء الله 5 جنيه، وتشيليها كده وتعينيها على جنب. المبلغ ده انا مش هاجي ناحيته، والله احتجت حاجه وحاجه اثرت معايا في اي بند هلاقي معايا المبلغ ده. شوفي ايه الحاجه اللي موجوده عندك قبل ما تنزلي وقبل ما تشتري. قسمي وجباتك قبل ما تنزلي وقبل ما تشتري. مثلا انا دلوقتي معايا 5 كيلو مكرونه، 5 كيلو المكرونه دول انا عارفه انا هوزعهم ازاي على مدار الشهر. بقسم الشهر ل4 اسابيع، كل اسبوع بمشيها 4 وجبات أرداحي و3 وجبات لحوم، والكلام ده هيفرق معايا الترحيل بيوفر معاكي كتير جدا. خلي بالك من استهلاكك وانك تخلي بالك من وجباتك وانك تشيلي من كل وجبة وترحلي وجبة من ايه، من يوم ليوم. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، صدقوني يا بنات الفيديو بتاع تقسيم الميزانية فيديو محترم جدا جدا، والفيديو بتاع الغلطات بتاعت قبل نزول القبض حلو جدا جدا جدا. صدقوني في افكار ذهبيه هتفرق معاكي كتير، هتظبط معاكي الميزانيه، هتعرفي توفري وتعرفي تحوشي وتعرفي تدبري كل امورك من غير ضغط على نفسك ولا ضغط على الميزانيه. احنا في غنى عن حاجات كتير احنا بنعملها في نفسنا. احنا بنبدأ اول الشهر صح، صدقوني بنعرف نكمل باقي الشهر صح. تمام. اي بقوليات دلوقتي عندك لو عندك بكميات كبيره تبدأ تحطها في بطرمات، حطها في التلاجة من تحت مش في الفريزر، هتعيش معاكي. ايوه هتعيش معاكي. بالنسبه لبند العشاء ما بتستغربيش ابدا ان احنا نقضيها حته جبنه قريش مثلا ونخرط عليها طماطمايه وجنبها بصلايه ونقضيها سندوتشات وجنبها حبه بطاطس مقليين و100 فل و10. هتعملي مثلا فطيرتين مشلتتين وتبداي ان انت تشيليهم كده كده معانا السمنه ومعانا الدقيق وعندنا الزيت، واعمليها بسمنه ودقيق وزيت. ما جبتش زبده، بقالي شهرين كده مستغنية عن الزبدة، مستغنية عنها تماما، خلاص هي مش في حساباتي. فالمهم وفرت معايا برضو مبلغ كبير. والله حسيت في شهر الدنيا فكة معايا شوية، وان انا طلعت من أزمة الامتحانات اللي انا مداخلة نفسي فيها دي. فهبدأ ان انا ايه، هبدأ ان انا اجيب مثلا قالب زبدة، اجيب نص قالب زبدة،
وهكذا وهكذا. وعندي كمان يا بنات والله سمنة من الشهر اللي فات، عندي يعني باقي كيلو السمنة بتاع الشهر اللي فات، لإني أنا أمي باعتة دهنة. بالنسبة للدهنة أو السمنة، دهنة أو سمنة يا حنان؟ لأ سمنة. ليه بقى سمنة؟ لإن السمنة أخف في الأكل، نفس الوقت في المواعين هتغلبِك في غسيل المواعين، هتطلّع عينِك في غسيل المواعين، هتتعبِك جدًا في غسيل المواعين، تمام؟ تمشي بأي ميزانية أو تشتري مشترياتِك مرة واحدة أو على دفعات، لأ. امشي بالميزانية اللي تناسبِك وتناسب احتياجاتِك. يعني لو أنتِ من الناس اللي بتعرفي تحافظي على الحاجة وتعرفي تقسّميها لوجبات، امشي بالميزانية الشهرية، هتكون موفّرة جدًا في بند الخزين وبند المنظفات وبند اللحوم. لو أنتِ من الناس اللي إيدِك بتجري على الحاجة ومش عارفة السيطرة على نفسِك، جرّبي أسبوعيًا وجرّبي نصف شهرية وجرّبي شهرية وهاتيها لنفسِك بالتدريج، تمام؟ أي قرش بقى بتوفّريه حطّيه في الحصّالة، نجري على الحصّالة دي، الحصّالة دي حصّالة الخير، الحصّالة دي حصّالة الخير والتوفير. اوعي أبدًا تستغني عن إنِّك تعملي حصّالة، الحصّالة دي هي هتكون سندِك، والله بعد ربنا هتكون سندِك. لو تعبتِ أو حصل معاكِ أي ظرف هتلاقي معاكِ قرش، لو لا قدّر الله جوزِك تعب أو مثلًا ابنِك تعب هتلاقي معاكِ قرش. اوعي تقولي على نفسِك بخيلة لو جيتِ على نفسِك في أسبوع كده وحاولتِ إن أنتِ تيجي على نفسِك في بند اللحوم كده وتعملي وجبات من ديّة اللي هي الوجبات القرديح وتقولي أنا باعمل لولادي وجبات رخيصة، ما فيش حاجة اسمها وجبات رخيصة، ربنا جعل فايدة في كل حاجة، ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم، قولوا آمين. أتمنى النهارده إن الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وهاكتب لكم برضه الميزانية كام بالتفاصيل على كل بند أنا باشرحه بأمر الله، هاقعد مع نفسي كده واكتب لكم كل حاجة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، لو عجبِك الفيديو شاركيه مع غيرِك، ما تنسوش يا بنات الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. دمتم نعمة في حياتي، اللهم آمين. أي سؤال أو أي استفسار أنا معاكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.